بينك أنت وبين الله، هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله، قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. سلام شباب. سلام وألف مرحبا بالمنشد عبد العزيز سحيمة. أهلا وسهلا، مرحبا، تفضل. شرفتنا وشرفت بلاتو برنامج سلام شباب. أهلا وسهلا، مرحبا، أهلا وسهلا. ها، يعني عادة ما نرى صفحات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تكون المحتويات مختلفة، لكن أن نجد صفحة فيها أكثر من 25 ألف متابع ومحتواها أناشيد دينية، تلاوات عطرة، فهذا هو الشيء الجميل دكتور، صح؟ صحيح، وهذا الذي يحتاجه الشباب في هذا الزمن، أن يكون فيه تنوع للمحتوى ولا تكون فيه روتينية أو ركاب. وأيضا تقليد للمشايخ ومحاكاة كذلك. قبل كل هذا عرفني من هو عبد العزيز، من مواليد، من منطقة أين، كل هذا الأمور. أكيد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكركم على هذه الاستضافة الطيبة. شكرا لنا لكم أكيد على الحضور. أهلا وسهلا. من هو عبد العزيز سحيم؟ عبد العزيز سحيم من ولاية المسيلة، ما شاء الله، بالضبط دائرة عين ملح، بلدية سيدي محمد، بالتفاصيل دار بالميهوب. يا الله، ما شاء عبارة الله. عن كما بالعامية نقولوا فيلاج صغير. طالب علوم إسلامية بجامعة محمد بوضياف، صاحب 24 ربيعا، ما شاء الله، مواليد فيفري 12 فيفري، حامل لكتاب الله، ما شاء الله، الحمد لله. نشط كثير من المحافل الولائية وفي المنطقة ثم طيب في الإنشاء. كيف جاءتك الفكرة أول مرة عبد العزيز سحيمي لإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بتقديم هذا المحتوى؟ والله شوف، هو حلم قديم جدا. من كنت صغير كنت نحلم باللي نولي قارئ عالمي ومنشد عالمي وإلى ذلك. جاءت بعفوية فقط. هل فيه على سبيل المثال منشد ما قد أثر عليك في بصيرته أو أردت أن يكون نموذجا بالنسبة لك؟ لا أظن. يعني كانت موهبة ابتداء؟ موهبة فقط. العائلة تاعنا كامل نشأت في هذا الجو القرآني. الوالد إمام المسجد. هي ما شاء الله مسيلة ولادة للأصوات الجميلة. لأنه دائما في برامج الإنشاد الأصوات الجميلة تكون من نصيب مسيلة صراحة. طيب نكمل في الصفحة. كنت أقول لك على الصفحة قبل حوالي سنتين جاءت بشكل عفوي، هكذا مريح مع روحي، فتحت صفحة وسميتها آيات وخليتها. بعدها درت فيها فيديو فيه دقيقتين تجويد للقرآن الكريم، خليتها ما على باليش اصلا حدير صدى كبير، وكان فيها بالك 10 متابعين ولا. كي درت هذاك الفيديو لقى صدى كبير ما شاء الله. هو كاين بعض الصفحات ولا فيهم حتى 500 ألف مشاهدة، ما شاء الله، 600 ألف مشاهدة. هذاك الفيديو اللي بديت به هذيك جاتني لقيت تحفيز، لقيت تفاعل مع الناس، بارطاج واللجام، ثم كانت هذا من توفيق الله بداية. دكتور زكريا غبريني، ربما تشاطرني الرأي أنه الشاب يبحث عن الأخلاق الطيبة. الشاب عندما يجد مثل هذه المحتويات الجميلة يتابعها. فقط نحن نعتقد بأنه الشاب يتبع المحتويات السطحية، لا، عندما تكون فيه محتويات طيبة نيرة يتبعها الشاب. حقيقة أنا الذي أريد أن أؤكد عليه أنه الشباب الجزائري نماذج فعلا من زمن الثورة. حقيقة يعني ننظر إلى نماذج الشباب أمثال العربي بن هيدي، أمثال زيغود يوسف رحمة الله عليهم أجمعين. فلا أستبعد أن تكون هذه النقلة
يعني خير خلف لخير سلف إن شاء الله يا رب. بإذن طيب الله تعالى. بما أنك منشد وقارئ ومتحصل على الكثير من الشهادات والجوائز في مسابقات وطنية، حدثني عن هذه الصورة ثم سأكمل حديثي. حدثني عن هذه الصورة. كانت في مسابقة قارئ المسيلة. قارئ المسيلة في 28 رمضان. كانت وقت الحجر الصحي وما إلى ذلك، كان نشاط كانت حصلت فيها على المرتبة؟ حصلت فيها على المرتبة الأولى ما شاء الله. ولائيا. كانت هذيك لجنة التحكيم، موجه لهم تحية من الشيخ سفيان بوعويرة، مدير مركز الماهر بالقرآن بولاية المسيلة. طيب أنا والدكتور زكريا غبريني نريد أن نستمع إلى أنشودة من اختيارك، طبعا لكل طاقم برنامج سلام شباب ولمشاهدي أيضا سلام شباب. ماذا ستسمعنا؟ يستاهلوا. نود نسمعكم موال. موال؟ موال. هو صغير جدا لأنه الوقت ضيق. أنا سأستغل الفرصة وأصور صراحة بهاتفي بعد إذن نزيم قايدي المخرج. سيعاقبني بعد البرنامج. صلوا على رسول الله. فوالله ما مال الفؤاد لغيركم وإني على العهد باقي، فوالله ما مال الفؤاد لغيركم وإني على العهد باقي، بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وغبتم وأنتم في الفؤاد حضور، أحبابنا وإن طال المدى فلكم تقطع الشوق قلبي بعدكم قطعا، حرام على قلبي محبة غيركم، حرام على قلبي محبة غيركم، كما حرمت يوما لموسى المراضع، لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع، لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع. ما شاء الله ما شاء الله. حيون